ولادة متعثرة أهلاوية للصعود إلى كأس مصر بعد الفوز الصعب جدا على النادي المصري العنيد جدا قدام أو مع مدربه الجديد علي ماهر في أولى اللقاءات، بكل الطموح من النادي المصري إن هو زي ما قلت وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت لما قلت إن أنا عندي شوية مخاوف وجرس انذار للاهلي. ده اللي حصل النهارده. المصري كان عنده طموح قوي جدا، كان قالب معاه بعزيمه واصرار رهيبه جدا سواء في الحاله الدفاعيه او الرغبه الهجوميه ان هو يعوض خسارته في نهائي كاس الرابطه، وان هو عنده فرصه كبيره ان هو هيقابل انبي في دور قبل النهائي لو كان كسب النهارده الاهلي اللي هو بيلعبوا راس براس، فرقتين قريبين من بعض. كان عنده فرصه كبيره جدا ان هو يتواجد في نهائي كاس مصر، فان يبقى فرقه زي المصري في موسم واحد بتاخد خامس او سادس دوري مش فاكر وتلعب نهائي كاس الرابطه وتلعب نهائي كاس مصر، كان هيبقى بالنسبه لهم نجاح كبير جدا. ولكن خبرات الاهلي اللي لعب بادنى مجهود ممكن علشان يقدر يوصل اللي هو عايزه قدرت تحسم النتيجه في الاخر. وعلى صعيد اخر الزمالك بيلعب ماتش عالمي وقوي جدا قدام فريق النصر القوي جدا تاني الدوري السعودي السنه اللي فاتت، المدجج بالنجوم من امثال ساديو ماني وكريستيانو رونالدو وغيرهم من النجوم الاوروبيين اللي جابهم النادي النصر السنه دي بعد التقدم اللي حصل في منتصف او الثلث الاولاني من الشوط الثاني عن طريق ضربه جزاء احرزها احمد السيد زيزو. ولكن كريستيانو رونالدو كعادته في الدقيقه 87 قدر يحسم الصعود لنادي النصر بهدف التعادل برأسيه هايله جدا، قدر بيها ياخد النقطة اللي النصر عايزها عشان يصعد مع نادي الشباب إلى الأدوار القادمة من البطولة العربية. مع كامل احترامي الشديد جدا لنادي الزمالك، النهارده يعني ادى اداء كبير جدا لازم احييه رغم اختلافي مع كتير قوي من اللي بيحصل فيه سواء ادارته او اعلاميينه، ولكن اللعيبه النهارده كان عندها من الرغبه انها تقدر توصل بصوره الفريق الى احسن صوره ممكنه، وده اللي حصل على ارض الملعب. انا ما تابعتش الماتش بتفاصيله، كنت متابع الاهلي اكتر، ولكن الهايلايتس واللي سمعته من الناس واللي قدرت اشوفه كده في وسط توقفات ماتش الاهلي يدل ان الزمالك فعلا كان النهارده على قد مسؤوليه التيشيرت بتاعه. والغريب ان الموضوع ده جه بعد استقاله مرتضى منصور اللي الله اعلم صح ولا غلط، فتكون بادره خير ان الزمالك يرجع لمستواه. عايزين نخش في التفاصيل، يلا بينا نخش في تفاصيل اليوم النهارده. طيب زي ما قلت انا الاهلي كان عندي جرس انذار ليه ومخاوف كتير جدا من ماتش المصري النهارده اللي هو كان عنده يعني في رايي الشخصي رغبه وعزيمه اكتر بكتير من قبل ما اشوف الماتش وعارف ان ده هيحصل، ان هو يكون خوفه على ان هو يفوز اكتر من لعيبه الاهلي. اللعيبه الاهلي عامله زي الطالب اللي بقاله سنه بيذاكر وعمل كل امتحاناته حلوه جدا جدا، وجي النهارده اخر امتحان خلاص بقى يعني هو مش قادر وعايز يعدي الامتحان وزق معاه الامتحان وخلصه، بخصوص الشوط الاولاني اللي كان اسوأ اشواط الاهلي من فتره طويله جدا رغم وجود جميع النجوم، وقدر بخبراته في خلال الوقت بدل الضايع ان هو يقدر يعود للماتش بعد تاخره بهدف من رأسيه من مروان حمدي، وقدر قندوسي يحسم الصعود لدور قبل النهائي لمواجهه انبي في كاس مصر بهدف جميل جدا في الوقت الاضافي الثاني. النهارده الماتش كان يهمني فيه اكتر من ان اتكلم في نواحي خططيه ونواحي تكتيكيه والكلام ده كله ما يهمنيش، ولكن الماتش النهارده هيدينا مجموعه نقط مهمه جدا 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 لازم نكون عارفينها وعارفين الاهلي محتاجها الموسم الجاي عشان يقدر يحافظ على القوه في الاداء والقوه في المنافسه والوصول لالقاب ووصول لمنصات التتويج زي ما هو حصل السنه دي. اول نقطه واهم نقطه طبعا كلنا عارفينها وكلنا حاطين وبصمين ايدينا عليها وبصمين عليها هي ان الاهلي محتاج فرود رقم 9 بشكل يعني زي ما نقول عاجل جدا وبشكل اميرجنسي طوارئ، ان لازم يكون في مهاجم مهم جدا موجود في الاهلي. امبارح انا قلت ان التيك تاك قربت تيجي في النادي الاهلي، وانا لسه عند كلامي ان شاء الله في خلال ايام تتعدى على صوابع الايد الواحده هيكون اعلان عن المهاجم. في مفاضله ما بين 2، الموضوع خلص منتهي تماما، هيكون واحد منهم
وكلنا عارفين واحد منهم اللي هو سوزا، والتاني مهاجم مغربي اسمه حمزه. الاثنين دول الاهلي بيفضل بينهم، وفي واحد كمان مهاجم ده لسه عليه شويه يعني اخفاء للاسم اكتر، ولكن في خلال ايام قليله جدا ان شاء الله يزحي الستار عن المهاجم اللي هيقود مسيره الاهلي الموسم القادم. النقطه الثانيه اللي الاهلي محتاجها جدا جدا وبرضه نبصم عليها بالعشره، ان محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم يليهم متولي ما لهمش بديل. النهارده خالد ابراهيم لعيب كويس جدا جدا جدا، مهم جدا جدا، خبراته ما ينفعش يشيل الاهلي من غير ما يكون جنبيه واحد تقيل، وده اللي ظهر لنا في ماتش الموسم الدور الاولاني قدام الزمالك لما كان هو بيلعب ساعتها في نفس المركز اللي هو مساك، كان مستواه اعلى من النهارده وتركيزه اعلى من النهارده، لان كان اللي جنبه محمد عبد المنعم مش حد تاني، فكان قادر يكون بمستوى احسن. بعكس النهارده رامي ربيعه اللي هو انت بتاخد منه خبرات وقدرات فنيه ان هو ابن النادي، لكن على مستوى القدرات القتاليه والقدرات الفنيه العاليه وان هو يشيل خط ظهر النادي الاهلي في الماتشات الصعبه، مع احترامي الشديد وحبي الشديد لكابتن رامي ربيعه، ولكن ما ينفعش. فبالتالي بعد محمد عبد المنعم زي ما قلت وياسر ابراهيم ومتولي لازم حد يكون اقوى يشيل الفريق، ويكون في مدافع قوي جدا موجود، لو حتى يبص على اللعيبه اللي هي في الناشئين ان انت حد يتصعد ويقدر ياخد القصه دي، او يقدر يكون ليه وضع في التشكيل بتاع النادي الاهلي واحتياطي للعيبه في خط الدفاع. نقطه 3 ودي مهمه جدا، كلنا عمالين نتكلم على باك ليفت، لا دلوقتي النهارده بتكلم على باك ليفت وباك رايت، لان محمد هاني مبقاش برضو يقدر يكمل بنفس المستوى، على رغم ان هو سنه صغير بس هو ما بيقدرش يكمل بمستوى لياقه عاليه جدا على فترات يعني كبيره جدا او على فترات طويله جدا او استمراريه، لازم يكون له احتياطي. لكن الباك رايت احنا عندنا امل ان اكرم توفيق راجع، كريم فؤاد راجع. النهارده انت يعني اضطريت تلعب في اخر الماتش يعني محمد طاهر باك رايت علشان لما اتعور خالد عبد الفتاح ودخل مكانه محمد هاني في مركز المساك، فظهر جدا ان انت عندك مشكله ناحيه الباك رايت. وطبعا ناحيه الباك ليفت متفقين عليها جدا، علي معلول بيقدر ينقذنا في اوقات كتير هجوميا، هو حل مهم جدا وحل نمره 1 موجود في النادي الاهلي، ولكن دفاعيا ما زال علي معلول عنده مشاكل، لان هو ايام تالقه ولياقته وسنه الصغير كان عنده مشاكل دفاعيه، فتخيل مع عامل السن الاستفاده مع علي معلول في الفتره دي لازم يكون خبرات وتواجد في النواحي الهجوميه، ولكن وجود علي معلول في النواحي الدفاعيه ثغره صعبه جدا، وخصوصا لما تلاعب فرق قويه جدا جدا جدا. النقطه ال5 ودي اللي عايز احط عليها هايلايت مهم جدا، ماذا نفتقد من ساعه ما حمدي فتحي مشي؟ الناس بتقول لك ان احنا مستوانا بيقل من ساعه ما حمدي فتحي مشي، ولكن احنا مستوانا مش بيقل، احنا لم نفتقد حمدي فتحي في خط النص، احنا افتقدنا حمدي فتحي تاني، احنا افتقدنا حمدي فتحي اللي بيزيد هجوميا، اللي بتلاقيه في لمح البصر موجود في خط ال 18. هي دي اكتر نقطه بيفتقدها الاهلي. تعال بص على الشوط الاولاني ولحد التغييرين اللي اتعملوا في بدايه الشوط الثاني او نص الشوط الثاني بنزول احمد عبد القادر وخروج كهربا، ثم نزول قندوسي وخروج اليو ديانج. التغييرين دول اعادوا الكثافه الهجوميه للنادي الاهلي، وظهر لينا كثافه هجوميه جوه ال 18. الكثافه دي ما كانتش موجوده الشوط الاولاني، لان ما كانش فيه لعيب في خط النص في حجم او في اداء حمدي فتحي بيقدر يعمل الزياده والتواجد جوه ال 18. بعد بدايه الشوط الاولاني حاول كولر ان هو يعني يستخدم رامي ربيعه في الحته دي ويزوده جوه ال 18، وكان بيخلي مروان عطيه هو اللي بيتاخر بيشيل مكانه، ولكن مع احترامي زي ما قلت لرامي ربيعه لعيب كبير ولعيب كويس جدا، ولكن قدراته المتكامله والفنيه ما يقدرش يشيل الفريق لا سواء هنا او هنا. ال5 نقط دول هم اكتر نقط مديه فكر او اداء سلبي على الاهلي الفتره اللي فاتت، ولكن الاهلي ما عندوش اداء سلبي، هو عنده مجموعه سلبيات محتاجه تتعالج، وضيف عليها كمان ان اللعيبه مجهده تماما الشغف، يعني فريق واخد دوري و2 سوبر ولاعب كاس عالم للانديه غير افريقيا غير كاس السنه اللي فاتت، فانت واصل لمرحله من التشبع والاجهاد طبعا، ولكن كولر بسبب التدوير عامل يعني مخفف من ناحيه الاجهاد، ولكن التشبع بالبطولات التشبع بالمباريات وعدم وجود الدافع القوي جدا للاستمراريه مخلي الفرقه فكه، وده اللي انا قلته الحلقه اللي فاتت. ولكن النهارده قدرت بخبراتك تعدي، عشان الشهر الجاي الاجازه ده شهر فعلا اللعيبه محتاجاه
عشان تعيد شغفها للعب ويعود الاهلي للمنافسه الموسم القادم بنفس قوه الموسم الماضي. طيب بالنسبه للنقطه دي، في نقطه كمان موضوع كهربا اللي اتكلمت عليه امبارح وقلت فيه مفاجاه النهارده. عايز اكد ان المفاجاه اللي هي قلت عليها امبارح هي ان كهربا ما عندوش ايقاف نهائي. بمعنى ايه؟ ان هو اتقال ان كهربا لو اتوقف هيتوقف 6 شهور حتى لو دفع، ولكن كهربا حتى لو اتوقف هيكون ايقافه ان هو اول ما يدفع الغرامه هيلعب من اول وجديد، وهيلعب هيلعب تاني عادي جدا في الفريق. وده اللي الاهلي لاعب عليه علشان يبعد الغرامه عن ايد الزمالك في فتره القيد، سواء الزمالك عنده القيد او ما عندوش القيد، كنوع من انواع الحرب النفسيه بين فرق القمه. كهربا كده هيجي قرار بايقافه لمده مجموعه مباريات او 6 مباريات. عندك الشهر ونص الجايين دول اصلا مفيش ماتشات مهمه موجوده، فبالتالي انت في خلال شهرين او شهرين ونص ما انتش محتاج كهربا. بيماطل والمحامي بتاعه هيماطل لحد ما يدفع الغرامه في الوقت اللي يبدا الاهلي محتاج فيه كهربا، ويكونش الزمالك حاطط ايده على الفلوس ويستفيد بيها في التعاقدات بتاعه الموسم الجديد. اخر حاجه زي ما قلت ان بحيي تاني نادي الزمالك على اداء البطولي النهارده. عايز اقول ان لازم جمهور الزمالك واعلامي الزمالك، ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا، يستغل اللي حصل النهارده، مش ان هو ينفخ في فرقته، لا يستغل النهارده انها بذره يبني عليها فرقته السنين الجايه او الفتره الجايه، ان هو يقدر يبني الفريق ويكون كويس، ويقول للعيبه انتوا عندكم امل وعندكم قدرات وعندكم الكلام ده محتاج ان انت تبني عليه. ما تقولش ان انا كده وصلت للقمه، ان انا لعبت في نادي النصر السعودي بكل نجومه اللي بالمليارات وعملت اداء قوي، اتعادلت في اخر دقيقه، يبقى انا كده وصلت لكل حاجه. لا، انت ما وصلتش لولا حاجه. انت دي بدايه بذره ان انت تعود فريق قادر يكون قادر على المنافسه. ده كل اللي كان عندنا النهارده. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. لو عجبتكم الحلقه تدعمونا باللايك والشير وسبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان تجدنا اول باول، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.